صباح الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير. جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر، تحياتي لكم. عايز اتكلم معاكم بخصوص مباراه القمه. النادي الاهلي طبعا غلب من نادي الزمالك 2-1، والنتيجه دي اثرت على جمهور الاهلي بشكل كبير، ولكن وارد في الكره المكسب والخساره. هارد لك جمهور النادي الاهلي، مليون مبروك جمهور الزمالك. النادي الاهلي عمل مباراه في اول 24 دقيقه كويسه جدا، ولكن جه بعد كده تخاذل واستحوذ نادي الزمالك في نص الملعب. وبعد ما الزمالك سجل الهدف الاول قدر النادي الاهلي يتعادل بتغييرات مارسيل كولر اللي كانت المفروض ينزل بيها في بدايه المباراه، لانه نزل بتشكيل غلط من البدايه. هو نازل من البدايه بتشكيل غلط، وصلح الغلط ده بين الشوطين بالتشكيل اللي كان المفروض ينزل بيه. يعني لما تنزل عمرو السولية بدل كريم نيدفيد كان المفروض ده من البدايه. لما تنزل كهربا في الدقيقه 90 المفروض كهربا كعبه عالي على الزمالك ينزل من البدايه. وسام ابو علي بدل موديست المفروض من البدايه. كل ده تصحيح اخطاء في التشكيل سببها مارسيل كولر. هو اهدى الثلاث نقط للزمالك، خصوصا ان الاهلي لما عمل التغييرات استحوذ بشكل كامل على المباراه. وفي الوقت اللي كان هيحرز فيه الهدف الثاني قدر الزمالك يخطف الهدف الثاني، هو على العكس المتوقع في المباراه، في الوقت اللي الناس كلها مستنيه الهدف الثاني للنادي الاهلي. فالحقيقه الاحداث كانت غريبه شويه في المباراه، ولكن هي دي كره القدم ووارد يحصل ده كله. وبشكر كمان مصطفى شوبير، على فكره عمل ماتش كويس برغم الهدفين اللي دخلوا فيه. ان شاء الله الفتره اللي جايه الاهلي بيستعد لمازيمبي، باذن الله التوفيق للنادي الاهلي ولكل الفرق المصريه في البطولات العربيه او البطولات الافريقيه. تحياتي ليكم، ما تنسوش تنتشر اللايك للفيديو، تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. سلام.